النجوم بره بقى. صحيفة فرنسية بتقول ان بيكهام هيحصل على 2200 يورو كراتب شهري اجباري. وبتقول تقارير اخباريه فرنسيه انه نجم الكره الانجليزي المخضرم ديفيد بيكهام لن يلعب دون مقابل لباريس سان جيرمان، ويتبرع براتبه المفترض الى احدى المؤسسات الخيريه، حيث عليه ان يحصل على الاقل على راتب يبلغ 2200 يورو شهريا، نحو 3000 دولار. ونقلت الصحيفة عن مصادر في الاتحاد الفرنسي للاعبين المحترفين قولها كي يحصل على رخصة تسمح له بلاعب كرة القدم عليه الحصول على عقد بمقابل لا يقل شهريا عن 2200 يورو. يعني هو قال لك احنا ممكن نلعب خيري، قالوا له لا، مفيش لعب خيري، لازم أن يكون كلاعب محترف ليك عقد على الأقل راتبه 2200 يورو يا باشمهندس. لا يعني ده شغل بقى سوري يعني او اسف يعني يعني بقى ده شغل بقى. يعني هو بيكهام ده قيمته يعني لا لازم تاخد خلاص القانون، لازم يبقى لك عقد القانون عشان الضرايب. لكن انت هو بيكهام رايح متبرع بدخله خلاص. بس هو هيعاملك ضريبيا ازاي؟ ما هو لازم انت تتحط في شريحه. يعني دلوقتي كل اللي هياخدوه من ضرايب على ال 2200 يورو لا طبعا، لا لازم يبقى له عقد ياخدوا الضرايب بتاعته، وبعدين الباقي يروح امال هيتبرع بايه هو؟ يعني ايه الرقم اللي هيتبرع بيه بيكهام الا اذا كان كله بيبيع كلام يعني. لكن اللي خلي بالك بيكهام بالذات اصبح شروه تسويقيه فقط، ليس لها مردود فني. يعني منذ خروجه من المان يونايتد حتى الان فتى اعلان ونجم شباك، والكلام عليه في بره الكوره اكتر من الكلام عليه جوه الكوره بكتير جدا، وكل مكان راح فيه استفاد منه تسويقيا واعلانيا، وبيبقى حاله يشيع حاله من الرواج، ولكنه لا يقدم شيء على المردود الفني. هو حاله ويشيع هاله. عشان انا بقول لك انت جاي مروق.